أعزائي المشاهدين، السنة دي قررت أبقى مذيع في برنامج حواري شهير، ولأني طبعا شرير قلت أجيب 2 زملاء من غير ما يعرفوا إنهم هيتقابلوا ولا هيقابلوا نفس المصير، بس لازم يكون في بينهم خلاف كبير، متخانقين أو منافسين أو مفيش بينهم أي تقدير، وبعدين يتورطوا في موقف مرعب كله تدمير. وطول التصوير كنا في صراع مرير، ناس ما استحملتش وناس ما كملتش، ومفيش داعي للتفسير. ورمضان كريم، بس جمدوا قلبكم لأن اللي هتشوفوه خطير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الجميل رامز جاب من الآخر. وحلقة النهاردة هتكون حلقة 20 في برنامج رامز جاب من الآخر رمضان 2024. شوفش الحلقات اللي فاتت ارجع وشوفها، هتلاقيني منزلها هنا على القناة، وهتلاقيني عامل لك بلاي ليست او قائمة تشغيل فيها كل الحلقات اللي نزلت من رامز جاب من الآخر. لو عايز تعرف مين الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة تابع معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ أي حاجة زي ما احنا متعودين مع بعض، ما تنساش تذكر الله أهم حاجة طبعا، وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنزل تحت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. وبعد ما شفنا حلقة امبارح من برنامج رامز جاب من الآخر، وكانت الحلقة 19 في البرنامج الجديد في رمضان 2024، واللي كان مستضيف فيها يسرا اللوزي ونسرين أمين، وحلقة كانت جميلة جدا ورد فعلهم كانت جميلة جدا، ومكانش حد طبعا متوقع رد فعلهم دي، وكان حلقة جميلة جدا وعجبت ناس كتيرة قوي ورد فعلهم كانت جميلة جدا. وده كان ملخص سريع كده لحلقة 19، وعرفتك مين الضيوف اللي جم في الحلقة والحلقة كانت عاملة ازاي. وفيديو النهاردة هنعرف تفاصيل واحداث الحلقة 20 في برنامج رامز جاب من الآخر. طبعا زي ما انتوا عارفين ان في الوقت ده ناس كتير قوي بتدور وعايزين يعرفوا تفاصيل واحداث الحلقة قبل ما تنزل على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، وعايزين يعرفوا مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. ففي الفيديو ده هنعرف مع بعض شوية تفاصيل كده بخصوص الحلقة، وأعرفك مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة أو نص ساعة بالظبط. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو في أول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بالضيوف اللي هيجوا في الحلقة. واسامي ضيوف حلقة النهاردة هتلاقيني سايبهم لك في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو وفي أول تعليق، وفي الصورة المصغرة هتلاقيني حاطط لك الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. بكررها تاني، في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو وفي أول تعليق، وهتلاقيني عاملها لك قبل الفطار بساعة بالظبط، عشان بيجيلي كومنتات كتير قوي بتقولي فين الضيف، انا اتفرجت على الحلقة كلها ومفيش الضيف. انا بعرفك ان الضيف في عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو، وهتلاقيني كمان عامل لك صورة مصغرة بصورة الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة. احنا في الحلقة اللي بننزلها كل يوم بنتكلم شوية مع بعض عن برنامج رامز جلال، وبنعرف رأي بعضنا في البرنامج وفي الحلقة بتاعتي كل يوم. وانا اتوقع ان اللي هيجي في حلقة النهاردة الحلقة 20 في برنامج رامز جاب من الاخر هيكون حسن شاكوش وطليق ريم طارق. وده يا اخواتي مجرد توقع، هنعرف مع بعض قبل الفطار بساعة. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق والصورة مصغرة، وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي انت متوقع مين اللي هيجي في حلقة النهاردة في برنامج رامز جاب من الاخر. وبعد ما اتفرجنا مع بعض على برنامج رامز جاب من الاخر الجديد في رمضان 2024 وشوفنا منه بالظبط 19 حلقة، وهتكون الحلقة النهاردة حلقة 20. فعلا برنامج رامز جلال الجديد اللي نزل في رمضان 2024 باسم رامز جاب من الاخر، فعلا البرنامج السنة دي برنامج قوي جدا وعجب ناس كتيرة قوي، ورامز راجع ببرنامج قلب الدنيا بصراحة وقلب الترندات في كل المواقع. لان طبعا زي ما انتوا عارفين كلكم ان فكرة برنامج رامز السنة دي فكرة مختلفة جدا عن كل البرامج اللي رامز قدمها طول السنين اللي فاتت. فكرة البرنامج جميلة جدا ان هو بيجيب اتنين في بينهم مشاكل او خناق او اي حاجة، وبيبدأ ان هو يصلح العلاقات بينهم ويرجعهم لبعض. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا على القناة بننزل لكم كل يوم فيديو جديد لبرنامج رامز جلال، وبنتوقع مع بعض من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة من قبل ما تتعرض على التلفزيون بساعة او ساعتين بالظبط. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من برنامج رامز جاب من الاخر انزل هنا على القناة، هتلاقيني منزل لك كل فيديوهات رامز جاب من الاخر. ولو عايز تتابع الحلقات اول باول هتلاقيني عامل لك قائمة تشغيل او بلاي ليست كده باسم رامز جاب من الاخر، هتدخل عليها هتلاقي كل الحلقات. النهارده هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجبكم، لان ضيوف حلقة النهارده ضيوف مميزة وكلكم بتحبوهم. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا مش هقدر انزل لكم اي فيديوهات للحلقة، لان طبعا الفيديوهات دي بيكون عليها حقوق، فصعب ان انا انزلها هنا على القناة. انا بعرفك تفاصيل الحلقة وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا من قبل ما ينزلوا على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، وهعرفك مين الضيف اللي هيجي في الحلقة بس قبل الفطار بساعة. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورتهم في الصورة المصغرة، واديني بكررها تاني وتالت ورابع. ويلا بينا نراجع مع بعض سريعا كده ونشوف مين الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة بتاعت النهاردة. وحلقة النهاردة هنعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار على طول. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو
اول تعليق والصورة المصغرة بتاعة الفيديو باسامي الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. ويلا بينا نشوف مع بعض الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر. اظبط نفسك منك ليه، هنا بالصلاة على النبي هتحاسب على حواراتك بلش فيه. هاتوا الكلب العلماني، هاتوا ناس مش سالكين، شايف لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين. هاتوا الكلب العلماني، هاتوا ناس مش سالكين، شايف لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين. بس الهزة هيتهز ولو هز اديله على عينيه، غير كل اللي غير كسر مش هنسمي عليه، مش هنسمي عليه. هاتوا الكلب العلماني، هاتوا ناس مش سالكين، شايف لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين. هاتوا الكلب العلماني، هاتوا ناس مش سالكين، شايف لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين. بس الهزة هيتهز ولو هز اديله على عينيه، غير كل اللي غير كسر مش هنسمي عليه، مش هنسمي عليه. وحلقة النهاردة معانا الحلقة العشرين في برنامج رامز جاب من الآخر اللي نزل في رمضان 2024. نعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة، وهتلاقيني مغيرلك عنوان الفيديو ووصف الفيديو وأول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بصور الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. نزل اكتب لي تحت في الكومنتات مستني حلقة مين من الفنانين كده أبطال. مش عاوز أحرق لكم كتير عن الحلقة، وعايزك تكتب لي رأيك تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة من رامز جاب من الآخر على التلفزيون على قناة MBC مصر. وبس كده ابطال هيكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام.